الإدارة لقسد تقترح على الحكومة السورية أن تكون سوريا موحدة مع عدة شروط، أحدها أن يتطبق نموذج الإدارة الذاتية على كافة سوريا. ماذا يعني ذلك؟ ذلك يعني تجويع الشعب وذخر الاقتصاد لحفر الأنفاق كي تمارس فيها الرسالة القنديلية للشعوب المغيبة، ونشر فكر القائد أوجلان في جميع المدارس، والتشديد على جزئية أنه يحفظ 33 جزءا من القرآن الكريم. حتى يقرأ القرآن، حتى حفظ من القرآن 33 جزء من القرآن. وينكر وجود الله في الوقت ذاته، ودعم حرية المرأة وأهميتها في المجتمع. ولا بد من تعزيز الفكرة الشهيرة: يا تخلوني يا أعلم. يا أما أعلم عليكم، يا أما تخلوني شو تخلي؟ يا أما نعلم. شو بدك تخلي؟ ونشر أقوال زردشت التي أقدمها عام 1980. ولا يوجد حتى كتاب تاريخي واحد يثبت مدى مصداقيتها، وغيرها من الأفكار القنديلية التي كانت سببا في تضحيك الشعوب العربية والعالمية والفضائية أيضا.